علشان انتي امرأة منظمة ونضيفة، وبتحبي دايما بيتك يبقى ريحته حلوة، ودايما شايفة حواليكي الدنيا جميلة. ده أكيد بيبث في نفسك راحة وتفاؤل، ويومك بيعدي بشكل مريح لنفسيتك ولكل اللي حواليكي. بس طبعا الروتين اليومي للتنظيف أكيد بيرهقك، وبيرهق كل الستات اللي بتهتم دايما بالتنظيف العميق، ودايما بتهتم بان كل حاجة في بيتها نظيفة وجميلة، ما بتتنزلش على ان دايما تبقى بيتها 10 على 10. بس ده بيبقى فيه اجهاد نفسي واجهاد بدني كبير جدا. بس عايزة اقولك لما دايما يبقى قدامنا هدف، دايما الهدف بيخلينا كده قادرين على مواقف كتير بتعدي بسلام ولطيفة على القلوب كده. يعني لما نيجي نعرف ان هدفنا في ان احنا ننظف بيوتنا، ده مش مجرد تنظيف وان احنا يعني هنتعب نفسنا، وفي نفس الوقت ما بنسمعش كلمة حلوة او ما بحدش بيدينا اي فضل في الموضوع، وان احنا يعني بنعمل زينا زي ستات كتير بنهتم بالنظافة، واحنا ما بنعملش حاجة يعني مختلقة او حاجة يعني زيادة. لكن طبعا في سبيل ده كله، لما يكون هدفنا من النظافة هو ان احنا يعني بنبر ازواجنا، بنهيئ لهم يعني جو نفسي جميل ونظيف وملائم للحياة الحلوة السليمة. كمان لما نيجي نشوف كمان ده اولادنا، في اولادنا يعني بنلاقي ان احنا برضو بنظافتنا وبإجهادنا ده في سبيل ان اولادنا ما يعيوش كتير، وان احنا نبقى دايما بيتنا نظيف، وما يبقاش فيه بكتيريا من على سرير الاولاد، او في اكلهم، او في تفاصيل حياتية كتير في بيتنا. لما كل حاجة تبقى نظيفة طبعا ده بيخلينا كمان ان احنا ما نعانيش مع الاولاد في ظل الامراض الخطيرة الموجودة اليومين دول. هدفك كمان الجميل ان انت تعرفي ان ده هتجاري عليه، ان ده ربنا سبحانه وتعالى جعلك بكل اللي قلتهولك في ان مراعاتك للنظافة ومراعاتك لبيتك وغسل ثياب اولادك وكل ده بيجيلك هو اجرك انك بتاخذي اجر المجاهد في سبيل الله. سمعت قريت انا الحقيقة عن يعني قريت كلام لعضو اللجنة العليا بالأزهر الشريف، إن الست لما بتكون في منزلها وبتعد الطعام لزوجها وأولادها، بتقوم بالإشراف على تنظيف بيتها وغسل ثيابها، ثياب أولادها. فهذه المرأة بتأخذ أجر المجاهدة في سبيل الله. يعني إيه مجاهدة في سبيل الله؟ يعني كأنك بتصلي جماعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكمان كأنك بتحجي مع الرسول عليه الصلاة والسلام، وكأنك بتتصدقي. شفتي قد ايه عملك في التنظيف اللي احنا شايفينه يوميا؟ ضغط نفسي وتعبانين وكتير قوي، بيبقى سبب بؤس في حياتنا ومشاكلنا في البيت، ونقول اصلي انا دلوقتي وانا الخدامه بتاعتكم، انا ما حدش بيراعيني، انا. بس ده طبعا ما بيديناش، ان انا بقولكيش تحملي نفسك فوق طاقتك، بس خير الامور الوسط. نبدا ان احنا نوزع شغلنا بشكل ما يكونش عبء علينا كل يوم. نقدر ان احنا نعمل حاجاتنا المهمه، وكل واحده عارفه اولويات بيتها ايه في التنظيف. وان شاء الله ده اللي هنشوفه كمان في الفترات الجايه، في الفيديوهات الجايه باذن الله بخصوص كل الكلام ده. عايزه اقول لك كمان ان العبء اللي احنا فيه ده، او اسنادنا للموضوع التنظيف ده، لان احنا كامرأة كده عندنا طاقة، طاقة للرعاية وطاقة للحنان، بطبيعتنا عندنا قوة تحمل. يمكن الزوج لما لو نظف في يوم او حاجة لان زوجته تعبانة، تلاقيه ارهق زيادة قوي، وتلاقيه كأنه يعني عمل حاجة شاقة جدا. بس لانه ربنا سبحانه وتعالى خلق كل من الزوج والزوجة ليها المهام بتاعتها
وهو ليه المهام بتاعته، واختلاط الادوار وتبادلها بيؤدي لمشاكل كتيره جدا، وده اللي هنشوفه ان شاء الله في فيديوهاتنا اللي جايه. وعشان كده لازم تعرفي حبيبتي اني عملك كربة منزل مسؤولة عن البيت، ده شأنه شأن يعني سائر الأعمال الأخرى بتسابي عليه، وكأنك مديرة في مكان أو كأنك أمينة على شيء، فهو أمانتك هي بيتك. وكل ما حسنت نيتك ربنا سبحانه وتعالى اداكي من الطاقة واداكي من الصحة اللي تقدري يعني تقودي بيها حياتك الأسرية. وربنا إن شاء الله يعيننا جميعا كأمهات. واستنوني في فيديوهات جاية بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.